كانت خطوات جلالته السديدة والنيرة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان عزة وكرامة المواطنين في العيش الكريم. في هذه الأيام المقدسة يغرس العيد السعيد في قلوبنا فرحة طويلة تملأ القلب حبا وسعادة. فرحة العيد ليست فرحة لصغيرنا دون كبيرنا أو غنينا دون فقيرنا، بل هي فرحة عامة الصغير والكبير، الغني والفقير. وها هو أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صدق النبي الأمين يشارك فرحة العيد مع شعبه الوفي في أجل صورة لتلاحم العرش للشعب، أساسها عروة وثقى وبيعة مباركة جمعت منذ قرون بين السلاطين العلويين الأكارم وبين الشعب المغربي. رباط مقدس يقوم على عهد متبادل راسخ ومتجدد، فالولاء هو أساس الحكم والدرع الحامي في وجه التحديات والصعوبات. ويشكل عيد الأضحى السعيد عنوان هذا العهد المتجدد والتعاقد الدائم. ففي هذا اليوم المشهود 10 من ذي الحجة يحيي المؤمنون سنة مقدسة في الدين، سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي افتدى ابنه إسماعيل بذبح عظيم. وقد سار المسلمون على هذه السنة الإبراهيمية بعد أن أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحل العيد السعيد في هذه الأيام المقدسة بعد يوم الوقوف على عرفات الركن الأعظم للحج. اليوم يتطيب المؤمنون بالتقوى ويتوجهون إلى العلي المنان بالشكر والعرفان على نعمه الوفيرة وعطاياه الكثيرة. في هذا اليوم المشع المنير يتجلى العيد السعيد مطلا على الأمة الإسلامية، يغمرها بأوقات الفرحة والألفة والإطمئنان، يملأ قلوب الكبار قبل الصغار بفرحة وسعادة تعم الأرض، ابتهاجا وفرحا بقدوم ضيف عزيز. كيف لا واليوم نحيي سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، فيه نلبس جديدا ونتعطر ويهنئ بعضنا بعضا ونصل الأرحام مستبصرين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمين من حظوة إمارة المؤمنين التي ينتصب صرحها شامخا منذ قرون، منصهرة في بوثقة الأبعاد الدينية والدنيوية. الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا. اللهم اجعلنا من الشاكرين. الصلاة يا عباد الله، حضرت الصلاة يا عباد الله. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
يحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله الله أكبر. أكبر. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ما أشرقت الشمس وغربت. الله أكبر ما لهجت الألسن بالتكبير وهللت. الله أكبر ما زكت النفوس وتطهرت. الله أكبر ما فرحت القلوب وابتهجت. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل الأعياد مواسم سرور عباده المؤمنين وأيام أفراح المسلمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تسعد بها القلوب ونلج بها حضرة علام الغيوب. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل من هلل وكبر وسبح واستغفر وأطاع في ذلك كله العلي الأكبر، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد عباد الله،
هذا يوم العيد، طاعة العباد لله فيه تزيد، فهو يوم الشكر ويوم المزيد، يوم يفيض الله فيه على عباده الخيرات وينمي لهم الحسنات ويغفر لهم السيئات، يوم تفرح فيه القلوب بعبادة علام الغيوب. إنه تاج أيام العشر التي عظم الله شأنها وأعلى قدرها، حيث أقسم بها عز وجل في قوله الحكيم، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر إنه أفضل الأيام عند الله تعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، إنه ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية تجسد عمق ارتباط هذا الشعب المسلم بأيام هذا الدين الحنيف، وحرصه على التقرب إلى الله عز وجل، وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية من خلال هذه المناسبة الجليلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ها نحن نعيش أسعد اللحظات بأفضل القربات إلى رب الأرض والسماوات. ففي عيد الأضحى المبارك يقوم المسلمون بعد أداء صلاة العيد بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي، اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن منطلق الأمانة المنوطة بمولانا أمير المؤمنين حفظه الله الصاهر الأمين على إقامة شعائر الدين، وحرصا من جلالته أعزه الله على رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير على شعبه الوفي، والتزاما بما ورد في قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. اقتضى نظره السديد حفظه الله عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، وسيقوم جلالته أعز الله أمره بذبح الأضحية نيابة عن شعبه الوفي، وسيرا على نهج جده المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين أملحين، فقال عند الأول عن محمد وآل محمد، وعن الثاني عن من آمن بي وصدقني من أمتي. أبقى الله مولانا الإمام ذخرا وملاذا للأمن والأمان، ومنبعا للرأفة والرحمة، وحفظه بحفظه المتين، وحمى به الوطن والدين. آمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إذا كنا نفتتح هذا اليوم المبارك بالصلاة صلاة العيد، فإن مما يزيد عيدنا جمالا وعملنا قبولا ما ندبنا إليه ديننا الحنيف، وما هو جميل في كل وقت وحين مما يرتبط بصلاة العيد من إنفاق الصدقات وصلة الرحم، ومن كل مظاهر التبريك والشكر لله عز وجل على نعمه مع طلب الأجر والثواب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
عباد الله، إننا نتقلب في نعم علينا أن نشكرها، وفي بحبحة آلاء علينا أن نذكرها. إسلام وإيمان، استقرار وأمن وأمان، تجلل هذه النعم وتجملها إمارة المؤمنين، الملاذ الآمن لهذا الوطن والدين، فبها شملنا مجموع وعلمنا مرفوع وكلامنا مسموع. إنها إحدى فروض الإسلام، بل بها قيام الفرائض كلها بأصولها وفروعها، بضرورياتها الخمس وغيرها، بها السداد والتوفيق، وبها الحياة الطيبة والطمأنينة والسكينة. هذا وصلوا وسلموا على من أرسله الله رحمة للعالمين وجعله ملاذا لعباده في الموقف العظيم. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وانصر اللهم من وليته أمر عبادك، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرا تعز به دينك وترفع به أولياءك، واحفظه اللهم بألطافك الخفية وسرك المكنون في صحته وعافيته، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه السعيد صائب السمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وارحم اللهم بواسع رحمتك الملك، وارحم اللهم بواسع رحمتك الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثرahuma وأكرم مثواهما، واجعلهما في مقعد صدق عندك إنك سميع مجيب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبحمده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العلي العظيم الكريم وإفضاله، والرضا عن أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة للوالدين والأشياخ والمحبسين وكافة المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم. سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم كن له وليا ونصيرا، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقه ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتى أمير المؤمنين محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، صلاة عيد الأضحى المبارك وهنا بمسجد الحسن الثاني في مدينة تطوان، في أجواء إيمانية موسومة بالخشوع والخضوع. وبعد أداء الصلاة
والاستماع لخطبتي العيد، يتقبل أمير المؤمنين تهاني رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدين ببلادنا بالمناسبة الدينية السعيدة التي تطل الأمة الإسلامية، وهي في أمس الحاجة إلى إعلاء قيم الوحدة ورص الصفوف كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي هذا المقام نستحضر ما بذله المغرب طوال مسيرة العمل الإسلامي المشترك وما يزال من أجل دعم أركان البيت الإسلامي وخلق فضاء إسلامي رحب ينظر إليه الآخرون بعين الاحترام والتقدير. بفت يا أمير المؤمنين، يؤكد أنا على البلدان العربية والإسلامية استنهاض هممها من أجل بلورة موقف عربي وإسلامي مسؤول وهادف يقدم حلولا عملية وعاجلة للأزمات القائمة، والتي هي تجسيد للوضع الذي يجتازه العالم العربي والإسلامي، وأن البلدان العربية والإسلامية مطالبة أكثر من غيرها بالتحرك الفعال من أجل مجابهة التحديات المطروحة. من منطلق الأهمية التي يليها لوحدة الأمة، يحرص المغرب على الالتزام الراسخ بتعميق علاقاته مع البلدان الإسلامية الشقيقة وتعزيزها في مختلف المجالات، انطلاقا من وشائج القرب والمصير المشترك ووحدة الهدف والانتماء لأمة الرحمة المهداة سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أمة العقيدة الجامعة الداعية إلى التوحيد والوحدة. تكريسا لهذا الدور الريادي ولمكانة المغرب ومواقفه الثابتة، احتضنت المملكة عددا من القمم الإسلامية واتخذت خلالها قرارات مصيرية بالنسبة للأمة الإسلامية. والمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره يلعب دورا محوريا في توحيد الكلمة والدفاع عن مصالح الأمة. يضع المغرب انتماءه العربي والإسلامي ضمن رؤية مستقبلية مفعمة بالأمل في تحقيق ازدهار مشترك في ظل محيط عربي وإسلامي ينعم بالوحدة والسلم والتكامل والتنمية المشتركة، وكلها قيم تتخذ بعدا جديدا بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك. وما يعزز هذه المقاربة وذلكم الصرح السياسي والاقتصادي المتميز الذي أرسته المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك. يعمل المغرب بقيادة حكيمة من جلالة الملك على الاستغلال الأمثل لكل المؤهلات والقدرات التي يتوفر عليها وتسخيرها في المجال الدبلوماسي، مع العمل على تطويرها وتعزيزها لتكون في مستوى التحديات. من فضائل الله تعالى على عباده أن من عليهم بمواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات ويتنافس فيها على فعل الخيرات. وعيد الأضحى المبارك نفحة دينية وشعيرة من شعائر الله رب العالمين تحمل لهذه الأمة معاني ودلالات. لينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وأحيل الميكروفون للزميل المختار النيابي ليتابع معكم سيداتي وسادتي وقائع صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة من مسجد الحسن الثاني هنا في مدينة تطوان. سيداتي سادتي، عيدكم مبارك سعيد، أهله الله سبحانه وتعالى باليمن والخير والبركات على الأمة الإسلامية في هذه الأجواء الاحتفالية التي تعمها البهجة ويحفها السرور بحلول عيد الأضحى المبارك، أكبر الأعياد وأفضل وأحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى، وهو يوم خير وبركة للمسلمين. في هذه الأثناء يقوم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام.
كما يذبح أعزه الله الأضحية الثانية نيابة عن شعبه الوفي وسيرا على سنة جده المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال هذا لنفسي وهذا عن أمتي. وقد كان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وجه رسالة سامية إلى شعبه الوفي، حيث أهاب أمير المؤمنين بشعبه العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة من منطلق الأمانة المنوطة بجلالته كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية وما يقتضيه واجب رفع الحرج والدار وإقامة التيسير والتزاما بما ورد في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأهاب أمير المؤمنين بشعبه الوفي أن يحيي عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب. وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم للسلام على أمير المؤمنين أيده الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، وتهنئته بالعيد السعيد رئيس الحكومة ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. مناسبة دينية مقدسة سعيدة يتقبل فيها أمير المؤمنين حفظه الله التهاني والتبريكات التي تتضمن مشاعر الوفاء والإخلاص الصادق لأمير المؤمنين نصره الله مع كل مناسبة دينية أو وطنية ترفع لأمير المؤمنين نصره الله آياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين في عيد الأضحى المبارك، واحدا عن نفسه وواحدا عن من لم يضحي من أمته. وها هو ولي أمرنا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأعز أمره استنى بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم وذبح كبشين، واحدا عن نفسه وواحدا عن أمته وشعبه. لما تعيشه بلادنا من شح في الماشية بسبب التقلبات المناخية، آخذا بمبدأ التيسير ورفع الحرج عن الأمة في هذه السنة. يحيي أمير المؤمنين حفظه الله عيد الأضحى المبارك بروح الإيمان والقيم النبيلة التي تجسدها سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، تمسك بجوهر الدين وهو الإحسان والرحمة والحث على مبادرات الخير التي تضيء أيام العيد، وهي خير مثال على التقاليد العريقة للمملكة المغربية في البذل والعطاء. إلى هنا نودعكم سيداتي سادتي وإلى اللقاء.